علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصهره، إذ كان زوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعد من أبرز الشخصيات الإسلامية وأول من أسلم من الصبيان. ولد في مكة المكرمة حوالي عام 600 ميلادي، ونشأ في بيت النبي محمد، حيث تولى النبي تربيته بعد وفاة والديه. عرف علي بالشجاعة والحكمة، وكان له دور بارز في الغزوات والمعارك الإسلامية مثل غزوة بدر وأحد والخندق، وقد كان يحمل راية المسلمين في الكثير من المعارك. عندما توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان علي من كبار الصحابة الذين دعموا الخليفة الأول أبو بكر الصديق. تولى الخلافة بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام 656 ميلاديا، ليصبح رابع الخلفاء الراشدين. شهدت فترة خلافة علي بن أبي طالب العديد من الفتن والصراعات الداخلية، مثل معركة الجمل وصفين، نتيجة الاختلافات السياسية بين المسلمين آنذاك. في عام 661 ميلادي قتل شهيدا على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلي في مسجد الكوفة. يعتبر علي بن أبي طالب من الشخصيات المحورية في التاريخ الإسلامي، وله مكانة كبيرة لدى المسلمين رضي الله عنه وأرضاه.